بيان تاريخي من مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده، والنادي الأهلي بقراره بعدم لعب الماتش غير بحكام أجانب كما كان متفق عليه. فيجي واحد يقول لي يا عم احنا كده هننزل درجة رابعة، يا عم احنا هيحصل علينا عقوبات واديت الدوري البيراميدز وي 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 وي. وانا احب اطمنك من هنا من موقعي ده وفي الحلقة دي واقول لك ان مش النادي الأهلي اللي يحصل معاه زي ما بيحصل مع غيره. النادي الأهلي مختلف وما بياخدش خطوة غير لما بتكون مدروسه وعارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. وده اللي حصل النهارده. لو ركزت معايا في البيان كده هتلاقي النادي الاهلي بيقول ان في اتفاق شبه رسمي او في اتفاق رسمي بين النادي الاهلي وبين رابطه الانديه وبين اتحاد الكوره ان في حكام اجانب للماتش ده، ولكن اللي حصل ان في اشتباك وفي خناقه كده بالبلدي بين اتحاد الكوره وبين رابطه الانديه بقياده هاني ابو ريده، والناحيه الثانيه احمد دياب. ده كان عايز يبقى نائب ده وده مش عايز ده يبقى النائب ده، وفي مشاكل ما بينهم. وهنا اللخبطه وجت عدم الربط ان الاثنين بيلبسوا بعض، بس بيلبسوا بعض على حساب النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لهم لا، النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي مش كومبارس زي ناس، لا النادي الاهلي لما بيقول كلمه بيكون قدها وعارف هو بيعمل ايه. وعشان ما يتكررش زي اللي حصل في 2021 وكلنا شايفين الدوري السنه دي عامل ازاي والدوري موجه ازاي لنادي بيراميدز بشكل فج من الحكام المصريين، وعشان كده النادي الاهلي طلب حكام اجانب في ماتش الزمالك وماتش بيراميدز لتكافؤ الفرص بسبب اللي بيحصل في ماتشات بيراميدز من فضايح فجة حرفيا كل ماتش. واستنوا حلقة قريب جدا على صفحة الفيسبوك وكمان على القناة هنا بكرة بالكتير بالليل ان شاء الله هيتم رفعها عن كل الفضايح التحكيمية اللي حصلت لصالح بيراميدز في الدوري الموسم دوت. نكمل كلامنا. فالنادي الاهلي قال لك انا مش هستنى عشان يحصل زي موسم 21 لما قعد الزمالك الجامل وانا اتظلم، وهتلاقي فيديوهات كتير على القناه عن الموسم ده عن اخطاء الحكام. لا مش هستنى يحصل زي دوت ومش هستنى يحصل ده تاني. النادي الاهلي طلع ببيان قوي جدا من وجهه نظري النهارده بعدم لعب المباراه غير بحكام اجانب، وكمان هيصعد الامر لعدم استكمال بطوله الدوري. وانا بوعدكم وبقول لكم ان محدش هيقدر يجي على النادي الاهلي ومحدش هيقدر ينفذ قرارات قويه على النادي الاهلي. اللعيبه ده تتمرن في نادي مدينه نصر، اللعيبه دلوقتي خلاص الماتش خلص، الاهلي مش هيلعب الماتش، الموضوع خلصان. يا اما الماتش هيتم تاجيله من اتحاد الكوره يبقى اتحاد الكوره رضخ ونشوف بقى نادي الزمالك هيعمل ايه، وطبعا دول غلابه مش هيقدروا يعملوا حاجه، او النادي الاهلي هيكمل في تصعيده. لان اللي بيحصل ده تهريج، ودي اقل كلمه تتقال على اللي بيحصل دلوقتي في الكوره المصريه. بس الاهلي مش هيبقى ضحيه سواء لبيراميدز او للخناقات اللي بتحصل او للاستثمار والدولار اللي بيدفع، ومش عايزين نوضح ونتكلم اكتر من كده. تاني شابوه لمجلس اداره النادي الاهلي، شابوه الجمهور الاهلي اللي لازم دلوقتي يبقى في ظهر مجلس ادارته ولازم يعي ويفهم ان الصح هو اللي بيحصل وان لازم يحصل كده، وان دي قرارات صالح سليم اللي احنا دايما كنا بننادي بيها. وانا مستغرب اصلا من القرار القوي اللي طلع من كابتن محمود الخطيب من مجلس الاداره النهارده، واتمنى الاستمرار على نفس الوتيره دي وكلنا في ظهر النادي الاهلي. دي القصه بشكل سريع، وبطمنكم تاني ان مفيش اي عقوبات هتتم مع النادي الاهلي لان النادي الاهلي كبير، النادي الاهلي مش كومبارس، النادي الاهلي غير اي نادي تاني في مصر، والرياضه في مصر والكوره في مصر يعني الاهلي مش اي حد تاني، ومفيش كوره في مصر من غير النادي الاهلي. ما تنساش تعمل لايك للحلقه دي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واستنوا فيديوهات قويه واستنوا الفيديو بتاع كل اخطاء الحكام لصالح بيراميدز الموسم ده. وبس كده، سلام.